صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بشوف فيه الفيديو ده. معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. النهاردة هنكمل مع بعض قراية كتاب نظرية الفستق الجزء الثاني، ودي الحلقة الرابعة. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. عنوان: فكر بالأسباب المادية أولا. اتخاذ القرار المناسب يتطلب بالإضافة للمنطق التخلص من التفكير الفلكلوري وتقديم الأسباب المادية على الاحتمالات الغيبية. وأرجو وضع خطين تحت كلمة تقديم. قبل ما نكمل المقال، يعني إيه الفلكلوري أو الفلكلور؟ تسمية تشمل الخرافات والحكايات وأساطير الشعوب التي يتم تداولها غالبا بطريقة شفهية، كحكايتنا عن الغول والعنقاء ومصباح الجن، وهو أصل الكلمة ألماني وتعني علم الشعوب الذي ظهر في القرن التاسع عشر، حين بدأ العلماء الأوروبيون في توثيق المرويات الشفهية للأمم الأخرى. نرجع تاني لفكرة المقال. ما زلت أذكر ربة البيت التي اتصلت بشيخ معروف تسأله عن كثرة النمل والصراصير في منزلها، وهل يعود السبب كما أخبرها البعض إن إصابتها بالعين والحسد وإخفاء عمل سحري في منزلها. الشيخ لم يجرها في هذا الرأي، ونصحها بترك الكسل والاهتمام بنظافة بيتها إن أرادت التخلص من النمل والصراصير. كانت في نظري فتوى استثنائية تضمنت دروسا في المنطق والعقلانية والتفكير بطريقة واقعية صحيحة. وقبل أن نتوسع أكثر، دعونا نتفق أولا على مسألة مهمة، وهي أن الغيبات والخوارق التي سنتحدث عنها تنقسم إلى قسمين. الأولى خوارق وغيبات فلكلورية ليس لها علاقة بالدين، مثل الاعتقاد بأن صياح الغراب فوق المنزل يعني موت صاحبه، أو أن ثقب اسم الشخص وحرقه بالنار بتسبب بأذيته. والتانية خوارق وغيبات دينية تملك نصوصا شرعية تؤكد وجودها، مثل العين والسحر والحسد ووجود مخلوقات خفية كالملائكة والشياطين. النوع الأول يجب أن نتخلص منه نهائيا، ولا نشجع على انتشاره أو الوقوع تحت تأثيره، ولا حتى التحدث به أمام أطفالنا كي لا نورثه للأجيال التالية. أما النوع الثاني، فرغم أن النصوص الشرعية تؤكد وجوده، إلا أن التعلق به واستخدامه لتفسير كل مشكلة ومصيبة تصرف خاطئ يعمينا عن أصل المشكلة وسبب المصيبة والبحث عن الحلول المناسبة لها، كما حدث مع سيدة الصراصير. لاحظ مثلا أن الشيخ في الفتوى السابقة لم ينكر مسألة العين والحسد ولا حتى العمل السحري، ولكنه أعاد السائلة فقط إلى جادة العقل وسبب المشكلة. نصحها بالنظافة، كون الوساخة هي الأقرب والأكثر شيوعا لانتقال النمل والصراصير، مقارنة بالسحر والحسد الاحتمال الأبعد والأكثر ندرة. فالنصوص الشرعية حتى حين تؤكد وجود الاحتمالات الغيبية لا تؤكد إلزامية حدوثها ولا تقدمها على الأسباب المادية، وهذا فرق كبير. الإيمان بها لا يتعارض مع حقيقة إنها استثنائية ونادرة ومخالفة لقوانين الطبيعة والفيزياء والواقع السائد، ولهذا السبب يطلق عليها الفقهاء مسمى الخوارق. الحقيقة التي يجب أن نعيها إننا نعيش ضمن قوانين فيزيائية ونواميس كونية تؤكد حضورها في كل شيء حولنا. الأخذ بها في صفات العقلاء، كونها الوحيدة التي يمكننا رؤيتها ودراستها وتسخيرها لصالحنا، هي الوحيدة التي لا نختلف عليها ويمكننا الاحتكام إليها حتى في المحاكم الشرعية التي لا تأخذ بدواعي تلبس الجن في القضايا الجنائية مثلا. ولكن للأسف
الهوس بالاحتمالات الغيبية ما يزال منتشرا بنسبة كبيرة في مجتمعاتنا العربية، ويقودنا دائما في الاتجاه الخاطئ، ويضعنا في حالة شك دائم بالناس حولنا، فما أن نخسر شيئا حتى نعيد ذلك إلى عين حاسد بدل الاعتراف بخطأنا أو قلة خبرتنا، وما أن يصاب أحد بالصرع حتى نتهم الجن بأذيته بدل تشجيعه على العلاج وعمل تصوير مغناطيسي، وما أن يفارق الرجل زوجته حتى نعيد ذلك إلى عمل سحري، وليس فشله أو فشلها في كسب محبة الطرف الآخر. أخبركم بكل هذا لثلاث أسباب رئيسية. الأولى، كي نأخذ بالأسباب المادية ونلحق بالمجتمعات التي هزت شجرة العلم وأبحرت في سفينة المعرفة وقدمت الأسباب المادية بدل الخوارق والفلكلوري. والثاني، كي نحتكم للعقل والمنطق ونعرف الفرق الحقيقي بين التوكل الذي يقترن بالمبادرة والفعل، والتواكل الذي يعني الكسل والخنوع والتمني على الله الأماني. والثالث، كي نعيد المخدوعين إلى حقيقة السبب كما فعل الشيخ، ولا نمنحهم غطاء دينيا أو تفسيرا فولكلوريا يعميهم عن الحقيقة ويؤكد ظنونهم السيئة في الآخرين. وقبل أن تغادر انظر للعنوان مجددا وضع خطين تحت كلمة أولا. النظرية باختصار شديد جدا: قوانين المادة لا تتحمل مسؤولية معتقداتك الخاصة، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التقدم المادي يتطلب أسبابا مادية. لو كان المؤمنون يتنفسون تحت الماء ما صنع لهم نوح سفينة. ستتفاقم لديك نوبات الصرع حين تلوم الشياطين، تتجاهل عقاقير النيوروتين. وبكده نكون خلصنا قراية العنوان ده. يلا بينا نكمل مع بعض قراية للعنوان اللي بعده. عنوان: لغة الجسد. في عام 1999 اندمجت شركة نيسان اليابانية مع رينو الفرنسية، وخلال المفاوضات حضر الوفد الياباني ومعه رجل عجوز ظل صامتا طوال الوقت. وحين انتهت المفاوضات سأل أحد الفرنسيين زميله الياباني من ذلك الرجل الغريب الذي ظل صامتا يتمعن في وجوهنا. ابتسم الياباني وقال هامسا إنها عادة يابانية قديمة تتطلب حضور رجل حكيم يقرأ أفكار المنافسين ويتعرف على نواياهم. فاليابانيون مثل كل الأمم يؤمنون بالفراسة وإمكانية قراءة أفكار ونوايا الآخرين. جميع الشعوب تملك في تراثها قصصا مدهشة عن موهبة التفرس ولغة الجسد وقص الأثر. وللرازي كتاب جميل بهذا الشأن يدعى الفراسة عند العرب. ورغم أنني لا أصدق بقدرة أحد على قراءة الأفكار ومعرفة ما تخفى الصدور، أؤمن بإمكانية قراءة لغة الجسد وملامح الوجه، وهي المهارة التي أود لفت انتباهك إليها في هذا الموضوع، فيما يظهر لنا كمهارة في قراءة الأفكار ليس أكثر من مهارة في قراءة الأجساد. خبرة فريدة في ملاحظة الملامح والتصرفات وزلات اللسان بغرض استنتاج نية الشخص المقابل. أطلق عليه تخمين عالي الدقة. يمكن لجميع الناس بما فيهم أنت إجادته من خلال الملاحظة والمقارنة والممارسة الدائمة. أول درس يجب أن تعرفه عن الفراسة هو أن الناس في المواقف المشتركة يتصرفون بطرق مشتركة يمكن التنبؤ بها. في النصف المصعد مثلا لا ينظرون في عيون بعضهم ما لم يكونوا على علاقة أو معرفة مسبقة، ويعود السبب إلى أن لكل إنسان مجالا حيويا لا يود اقتحامه من قبل الأغراب. الأمر الذي يفسر لماذا نجلس على ثاني كرسي فارغ
في المطارات والمدرجات والحدائق العامة. وبمعرفة هذه الحقيقة يمكنك تخمين قوة العلاقة بين الناس بحسب مسافة القرب بينهم. فالمرأة المحبة مثلا تميل باتجاه زوجها حين تكون معه في السيارة، ولكنها تبتعد عنه لدرجة إنها قد تتكئ على بابها الأيمن حين تكون غاضبة منه. وبالطريقة نفسها يمكنك أيضا معرفة التسلسل القيادي في أي مجموعة بمراقبة أفرادها أثناء سيرهم. هذا ما فعلته المخابرات الأمريكية مع أعضاء القاعدة، حيث وجدت أن الأشخاص الأقل مرتبة يتباطؤون في مشيهم كي يكون الرئيس أو الأمير في المقدمة. أيضا لاحظ أن الناس يعبرون عن السلطة والسيطرة برفع الرأس ونفخ الصدر وعقد اليدين خلف الظهر، كالضباط الذين يتفقدون جنودهم كل صباح، كما يظهرون ثراءهم وامتلاكهم لأشياء باتكائهم مثلا على المرسيدس في الشارع، أو وضع صورهم أمام القصر على المكتب، أو حتى رفع الرجلين فوق المكتب ذاته لتأكيد هوية المالك والتصرف بكل شيء. أما حين ينصحك أحدهم ويكون يحرك سبابته باتجاهك فهو يحاول ضمنا تهديدك وإخضاعك، لأن عبارات التهديد تترافق عادة مع تحريك السبابة باتجاه الشخص المهدد. ولكن حين توجه أنت هذه السبابة لشخص واثق من نفسه لا يجدي معه النصح أو التهديد، تجده يعقد يده أمام صدره أو يضع بيده على وسطه كما يفعل الأطفال وبنت البلد. حتى حين نتحدث على التليفون نتحدث بطريقة عفوية وتفضح علاقتنا بالطرف الآخر، فحين يقوم أحدهم فجأة ليجيب على المكالمة أو يتحدث منتصبا كالجندي فهو في الغالب يتحدث مع مسؤول كبير أو شخص يملك عليه سلطة. وحين يطيل الشاب الحديث بصوت هامس فهو في الغالب يتحدث مع حبيبته أو خطيبته. فالرجال ليس من طبعهم الحديث بالساعات حتى مع أقرب أصدقائهم، وحين تصبح خطيبته زوجته يتقلص وقت المكالمة ويصبح حديثه مقتضبا لدرجة إنه قد يغلق السماعة قبل أن تكمل حديثها. ولأن الكذب وضع شاذ ومصطنع يحدث تعارض بين الدماغ الذي يعرف الحقيقة والجوارح التي تحاول تصنع الحقيقة واللسان الذي يجتهد في فبركة غير الحقيقة. وعدم تناسق هذه الجهات يولد مظاهر وتصرفات مرتبكة يمكن ملاحظتها بسهولة. فالكاذب مثلا يتهدك صوته ويرتفع ضغطه وتتعرق يده ويجف فمه وتزداد نبضات قلبه وتطرف عيناه بسرعة ويسارع لتبرئة نفسه قبل أن يتهم أحد. ولأن المساحة لا تسمح باستعراض كافة التصرفات المشتركة بين الناس، أرجو أن تنظر للأمثلة السابقة كمقدمة أو مدخل لإثارة اهتمامك بمسألة الفراسة وقراءة الملامح، أو تنطلق منها لتنمية موهبتك في ملاحظة الدوافع وليس المظاهر التي تسبب هذا التصرف أو ذلك التعليق أو تلك الإساءة. ومن يدري قد تجد ذات يوم وظيفة محترمة في شركة يابانية كبيرة. النظرية باختصار شديد جدا، الناس في المواقف المتشابهة يتصرفون بطريقة متشابهة يمكن التنبؤ بيها. اتبع حدسك تجاه الناس لأنه يعتمد على قراءتك اللاواعية لإشارات الجسد الصادرة منهم. الكذب يدمر المصداقية، وكل كذبة تطلقها تحتاج ل10 كذبات تساندها. وبكده نكون خلصنا العنوان ده. يلا بينا نكمل مع بعض قراية للعنوان اللي بعده. عنوان الصوت رسالة الروح. في بداية عملي بالصحافة اتصل بي سكرتير وزير الإعلام ونقل إلي رغبته في مقابلتي. كان الموعد بعد 3 أيام،
فبقيت أفكر في كيفية التأثير عليه وترك انطباع حسن لديه. صار كل شيء على ما يرام، حتى قلبت فنجان الشاي الموضوع أمامي، فارتبكت وانهارت كل دفاعاتي المصطنعة، وبدأ صوتي بالحشرجة والتهدج. وفي المقابل ظل هو يبتسم بشفقة وكأنه يقول: استشف الضعف في صوتك، آهات دفينة يتوارى بين أنفاسك كي لا أستبيه. وبعد نهاية اللقاء شعرت بأن صوتي أساء لموقفي وشخصيتي وفرصتي معه، وأدركت من يومها مغزى القول الصيني: الصوت رسالة الروح. وكما حاولنا قراءة الجسد في آخر موضوع، سنحاول هنا قراءة الصوت وكشف دخيلة الإنسان من خلال طريقة كلامه وفلتات لسانه، فأصواتنا تخرج من أعماقنا بطرق مختلفة تكشف شخصيتنا وتفضح أسرارنا. فحين تكون متوترا تتوتر لديك الحبال الصوتية وتجف حنجرتك، فيخرج كلامك متحشرجا مخنوقا. أما حين تكون في موضع هادئ مسترخي فيكون صوتك هادئ وواثقا بصرف النظر عما تقول فعلا. ولهذا السبب اخترعت المقابلة الشخصية، حيث لا يهم ما تقول بل كيف تقوله، وتكشف شخصيتك من خلاله. فبالنسبة لنا كمستمعين فإن جزءا من حكمنا اللاواعي على الآخرين يتم من خلال أصواتهم ونغمات كلامهم وطريقتهم في الحديث. تذكر بنفسك كم رجل رفيع قل في نظرك لأنه يملك صوتا طفوليا، وكم امرأة نقص جمالها لأن صوتها يشبه صرير الباب، وكم إنسان احترمته ووقرته حتى تحدث بطريقة صاخبة ومزعجة. فنحن ندرك بطريقة لا واعية وجود علاقة متبادلة بين طبيعة الصوت والشخصية التي نملكها في هذا الموقف أو ذاك. فكما أن الواثق من نفسه يخرج صوتا هادئا وطبيعيا، يخرج صوت الخائف والمتوتر بطريقة غير متناغمة ومتعارضة مع حركات جسده. هذا من جهة الصوت وطريقة الحديث. أما من جهة الحديث نفسه فلاحظ أن لكل إنسان جملة أو كلمة تتكرر على لسانه دائما، وهو ما يطلق عليه إخواننا المصريون لازمة. ذات يوم فاجئت مراهقي العائلة وهم يلزمون أبائهم كيف أن لكل منهم جملة أو لازمة يكررها دائما. وعدتهم بعدم إفشاء سرهم إن أخبروني باللازمة الخاصة بكل واحد منهم. تراوحت تعليقاتهم بين الدنيا ما عادت زي الأول، ويا جبل ما يهزك ريح، وعيش يومك يا راجل، وإيد ورا وإيد قدام. أضحكتني ملاحظتهم ولم أفشي سرهم، لأنني شاركتهم الاعتقاد بأن لكل إنسان فعلا لازمة تكشف حقيقته وطريقة تفكيره. فحين يكرر أحدهم مثلا مقولة ما عادت الدنيا زي أول، تشعر إنك إنسان فشل في التأقلم مع الحاضر ويسترجع الماضي طالبا للطمأنينة. أما عيش يومك يا راجل فتشير إلى شخصية لا مبالية لا تنشغل بالمستقبل ولا تتعظ بالماضي. أما حين يكرر أحدهم يا جبل ما يهزك ريح، فهو يعبر عن ثقته بنفسه وعزمه على النجاح مهما ساءت الظروف. أما إيد ورا وإيد قدام فتعبير يفيد كثرة عودة صاحبه بخفي حنين. لا يتطلب الأمر طبيبا نفسيا لصبر أغوار الناس بهذه الطريقة. فحين تتغير ملامحنا عند سماع كلمات معينة، وحين تزل ألسنتنا أو نكرر كلمات معينة، يصبح واضحا إننا نحمل همها أكثر من غيرها. هناك قصة طريفة ذكرها الكاتب العراقي خالد القشنيطي توضح كيف يمكن لهموم الإنسان أن تظهر على لسانه دون أن تسمعها أذنه. ففي مقال
نشروا في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان لغتان أو أكثر، يقول: أيام الحرب العالمية الثانية كان هناك بقال في حي الكرانتينا في بغداد يتعاطف مع هتلر مثل معظم العراقيين في ذلك الوقت، وكان هذا البقال يستمع خلسة إلى راديو أنقرة الذي كان يبث أخبار المعارك بين الطرفين. وذات يوم ذهبت لأشتري منه بعض الحلوى، فبادرني بقوله: ابني خالد، هل سمعت آخر خبر؟ هتلر قضى على الإنجليز في طبرق عن بكارة أبيهم، وبالطبع كان يقصد بكرة أبيهم، ولكن ما كان يشغل باله حينها ليس هتلر أو معركة طبرق، بل كونه أبا ل7 بنات غير متزوجات، وكان الحفاظ عليهن صعب في حي الكرنتينا الغارق بالفسق والإباحية. وبناء على كل ما سبق، حاول أنت التنبه ليس للكلام ذاته بل إلى طريقة الكلام وفلتات اللسان واللازمة التي يكررها كل إنسان. حاول امتلاك صوت واثق ونبرة هادئة حتى تصبح جزءا من شخصيتك. تمسك بهدوءك وثبات صوتك، ولا تسمح لسبب تافه مثل سكب فنجان شاي أن يؤثر على ثقتك بنفسك كما حدث لصديقنا المسكين. النظرية باختصار شديد جدا: في مواقف كثيرة مثل المقابلة الشخصية ليس المهم ما تقوله بل كيف تقوله. كما يمكنك قراءة الملامح بعينك، يمكنك قراءة الصوت بأذنيك. اختصر حديثك إن لم تكن واثقا من تأثيرك، فالناس تلاحظ طريقة كلامك وفلتات لسانك واللازمة التي تكشف اهتمامك. وبكده نكون خلصنا العنوان ده. يلا بينا نكمل مع بعض قراية للعنوان اللي بعده. عنوان: الصمت لغة لا يتقنها الجميع. الاستماع مهارة لا تقل بلاغة عن الكلام، يفترض أن تتقنه جيدا، لأن الله خلق لك أذنين مقابل فم واحد يخدمك أكثر من الحديث، لأنك لا تتعلم شيئا حين تتحدث، في حين تتعلم الكثير حين تنصت. الكلام شهوة وتصرف بدائي ومحاولة سيطرة على الحضور، في حين ان الاستماع انضباط ذاتي وتصرف راقي وتحكم بالاعصاب والجوارح. نعشق الحديث لساعات، لان الكلام لا يجعلنا فقط محور الاهتمام بل ولانه فعل سهل وتداعي حر للأفكار. يسهل عليك الحديث لأنك تتفوه بسرعة 225 كلمة في الدقيقة، ولكنك تحتاج إلى 2 دقيقتين لاستيعاب نفس العدد من الكلمات. وفي المقابل نكره الاستماع للآخرين طويلا، ليس فقط لأنه يجعلنا ضمن الأتباع بل ولأنه يحتاج إلى متابعة ووعي وتركيز متواصل، وهذا سر إصابتنا بالملل والنعاس أثناء الخطاب والمحاضرات الطويلة. نحب الحديث لأننا حين نتحدث نكون ضمن سياق آمن نعرفه ومتهيئين له بذهنية مسبقة، ولهذا السبب يكره المسؤول طرح أسئلة تقطع سياق أفكاره. أما حين تستمع فتضع نفسك في موقف مكشوف وغير مضمون، تضطر معه للدفاع عن نفسك والتفاعل عشوائيا مع آراء ومدخلات غيرك. مشكلتنا هذه الأيام إن الجميع يريد التحدث والقليل يريد الاستماع. حتى حين نتناقش لا نستمع لكي نتعلم أو نفهم وجهة نظر الطرف الآخر، بل لكي نفهمه ونجهز الرد عليه قبل إنهاء كلامه. ما لم تكن أنت الخطيب أو المحاضر، يجب أن تحترم فرصة تداول الحديث والنقاش بين الحضور. حين تسرق المجلس بحديثك المتواصل تسقط من أعين الناس وتدفعهم لمقاطعتك والاستخفاف بكلامك وعدم أخذك على محمل الجد. البعض يعتقد أنه حين يتكلم بإسهاب يخلب الأبواب، ولكن هناك دراسة نرويجية
تؤكد إن أكثر الناس مهارة في الحديث أكثرهم مهارة في الإنصات للآخرين. تؤكد إنك حين تستمع للناس لا يشعرون تجاهك فقط بالاحترام والتقدير، بل ويصفونك في غيابك وبعد ذهابك كمتحدث لقب وبليغ. لا أطالبك بالصمت وعدم إبداء الرأي، ولكنني أحاول فقط تنبيهك إلى اختلاف مواقف الناس تجاه الفعلين، الثرثرة والاستماع. تذكر بنفسك كم مرة تجاهلت بل وكرهت شخصا ثرثارا استأثر بالحديث ولم يمنحك فرصة المشاركة وإبداء الرأي. وفي المقابل تذكر أكثر شخص محبوب بين أصدقائك، ستلاحظ إنه أقلهم حديثا وأكثرهم إنصاتا لك واستماعا لهمومك ومشاكلك. بالمناسبة، إيه الفرق بين الاستماع والإنصات؟ إن الأول يحدث دون قصد، كأن تستمع لأغنية تنطلق من سيارة التي تقف قربك. أما الإنصات فهو محاولة وتقصد الاستماع بغرض الفهم والتأكد، كأن تطلب من معك السكوت للتأكد من مصدر الصوت. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لاحظ وجود فرق كبير بين تعلم الصمت والإنصات وبين اختيار السكوت كوسيلة للرد. فالصمت وعدم الرد يبعثان أحيانا رسالة أقوى من النقاش والجدال وتقديم الحجج. تحتاج أحيانا إلى عدم الكلام، لأن ردك على الجاهل ينزل بك لمستواه، وعلى الحاقد يزيد تطولا، وعلى الوضيع يمنحه فرصة الظهور. لا يمكنني تخمين كافة المواقف التي يكون فيها صمتك أقوى من كلامك، ولكن بوجه عام هناك 10 مواضع جربتها بنفسي أنصحك فيها باختيار لغة الصمت عن لغة الكلام. يحسن بك السكوت مثلا في حين تكون بين أشخاص لا تعرفهم ويخوضون في نقاش لا يخصك، وحين تكون بين أشخاص تعرفهم ولكنهم يتناقشون في قضية تسيء لغيرك. وحين لا يكون لديك شيء تضيفه للحوار يصبح صمتك وقارا، في حين قد يفضح حديثك جهلك وقلة معرفتك. وحين يخوض الناس في غيبة أو نميمة أو تحقير لغائب اتركهم حتى يخوضون في حديث غيره. وحين يتطاول عليك شخص أصغر منك سنا أو أقل منك منزلا يزداد صمتك بلاغة حين ترمقه بابتسامة ساخرة. كما يجب أن تصمت حين يتحدث أحدهم عن موضوع طلب منه الحضور أو المستضيفين الحديث عنه، ولا تسأله أو تعقب على كلامه حتى ينتهي، ولا تقاطع شخصا راقيا يتحاور معك بأدب واحترام، ولكن حين يأتي دورك ذكره بأنك لم تقاطعه. أيضا الصمت خيارك الوحيد أمام شخص يملك عليك سلطة، لأن صمتك يجعله يندم لاحقا، وأما ردك فقد يولد ضدك غضبا دائما. ويستحسن أن تصمت حين تسمع خبرا أو معلومة خاطئة من مسن أو شخص له فضل عليك كوالدك أو والد زوجتك، وإن كان الأمر يستحق صححها له حين تنفرد به لاحقا. وأخيرا أنصحك بالصمت حتى يكون في المجلس سفيه ثرثار لا يحترم أحد ولا يراعي البنود ال9 أعلاه. ومرة أخرى لا أطالبك بالتحول إلى تمثال صامت، ولكنني أنبهك فقط إلى أن الاستماع جزء من مهارة النقاش، وأن الصمت آخر محاولة لقول كل شيء. النظرية باختصار شديد جدا: الصمت لغة لا يتقنها الجميع، وإقناع الناس برأيك يتطلب الاستماع إليهم أولا. السكوت قد يكون أصدق تعبيرا من الخطب، وفي مغزاه الحد بين الجد واللعب. الإنصات جزء من مهارة النقاش،
والصمت آخر محاولة لقول كل شيء. وبكده نكون خلصنا العنوان ده. يلا بينا نكمل مع بعض قراية للعنوان اللي بعده. عنوان: وهذه 5 لغات لا يتقنها الجميع. الصمت وعدم الرد خير دليل على إننا لا نحتاج للكلام كي نعبر عن مشاعرنا. لا نحتاج للأصوات والألفاظ كي نخبر بحقيقتنا وآرائنا وردود أفعالنا. تخطئ حين تعتقد أن الحديث هو لغة التواصل الوحيدة بين البشر، وتخطئ أكثر حين تعتقد أن تعلم لغة أجنبية يضمن تواصلك معهم بطريقة أفضل. قبل سنوات كنت في سفينة سياحية تجود نهر الراين في ألمانيا. كنت وحيدا ومتجهما وأعاني من طول الرحلة وحرارة الشمس. نزلت من على سطحها لشراء مشروب بارد من الكافيتيريا، وأثناء انشغال الفتاة بتكسير الثلج رأيت خلفها لوحة تقول: الابتسامة لغة يفهمها جميع البشر. ابتسمت تلقائيا في الوقت الذي رفعت فيه الفتاة رأسها، فشاهدتني أبتسم وردت علي بابتسامة أجمل. لا أدعي إننا وقعنا في الحب من أول نظرة، ولكن المؤكد إننا تواصلنا بلغة أسبانية أكدتها اللوحة. خطر ببالي حينها إن إتقان الحديث يختلف عن إتقان فن التواصل. كانت تجربة صغيرة أكدت إن لغة التواصل الجميل تحتاج لأكثر من نطق الكلمات واهتزاز طبلة الأذن. فحين يجتمع غريبين فوق جزيرة معزولة ستنشأ بينهما تلقائيا لغة تواصل جديدة تعتمد على الصوت والإشارة وقراءة الملامح والوجه. شخصان فقط هما العدد المطلوب لاستحداث لغة جديدة طارئة تبدأ بالإشارات ولغة الجسد قبل ابتكار ألفاظ وأصوات تناسب المواقف والاحتياجات. ذات يوم قرأت خبرا عن مجموعة من الأطفال الصم في نيكاراجو اخترعوا لغتهم الخاصة. قد لاحظ المشرفون في ملجأ ماناجو أن الأطفال الصم ابتكروا لغة خاصة بهم عبارة عن مقاطع صوتية وإشارات جسدية لبت 90% من حاجتهم للتفاهم. وهذه الظاهرة تحدث أيضا بين أبناء السوق أو القار الواحد، حيث تظهر بينهم لغة إشارة ومصطلحات وأصوات لا يفهمها الناس أو الشخص الغريب. ومثل هذه الظاهرة دليل على أن اللغة المنطوقة لا تشكل، كما أثبتت دراسات كبيرة وكثيرة، أكثر من 25% من مجمل تواصلنا مع الآخرين. ما يتبقى يعتمد على ملامح الوجه ولغة الإشارة وسياق الموقف ونبرة الصوت والتوقع المسبق. فإن الإشارة لغة أزلية يتواصل بها الصم، وملامح الوجه لغة ردفية يتوصل بها الأغراب، ونبرة الصوت تمنح كل كلمة معاني مختلفة. وأحسب كم معنى يوجد لكلمة طيب بحسب نبرة قائلها. حين تتأمل لغات البشر المنطوقة تكتشف أن هي ذاتها تتضمن كلمات وأصوات ونبرات يشترك فيها الجميع. هناك دراسة من معهد ماكس بلانك الألماني تشير إلى أن البشر يستخدمون أصواتا مشتركة للإجابة وللنفي والاستغراب، وحتى من لا يستعملها يفهم معناها. أيضا جميعنا يدرك أن اللغة الإنجليزية أصبحت في عصرنا الحاضر لغة عالمية يتفاهم من خلالها الأغراب في جميع الدول. أصبحت دارجة لدرجة أن من لا يجدها يعرف على الأقل الألفاظ الأساسية فيها مثل نعم ولا وأوكي. وبالإضافة إلى اللغة الإنجليزية هناك أبجدية موريس التي يتقنها معظم البحارة حول العالم، ولغة الإشارات التي أصبحت شائعة في معظم القنوات الإخبارية، ورموز الإيموجي اليابانية التي توجد على هواتفنا الذكية وتحولت لمفاهيم عالمية لدرجة أن اختار قاموس إكسفورد الوجه الضاحك
ككلمة عالمية مشتركة عام 2015. وكل هذه الطرق الردفية في التواصل تعني إن حتى نسبة تواصلنا بالكلمات المنطوقة 25% بدأت تقل بفضل العولمة وشبكة الإنترنت وتمازق الثقافات وتحول العالم لقرية صغيرة. أنا شخصيا على ثقة بأن العالم كله سيشترك قريبا بلغة عالمية موحدة تعتمد ليس فقط على اللغة الإنجليزية بل على إشارات ورموز ومفاهيم عالمية يفهمها جميع البشر. وحتى يحدث ذلك اسمح لي بتذكيرك ب5 لغات ليس من بينها الإنجليزية تسمح بتواصلك هذه الأيام مع أي إنسان على كوكب الأرض. الأولى هي الابتسامة، لغة الابتسامة التي تغنيك عن الحديث في معظم المواقف. والثانية لغة الأدب والتعامل الراقي التي يفهمها الجميع ويقدرها حتى الأطفال. والثالثة لغة الاحترام التي تخبر الناس عن أصلك وفصلك وطبيعة مجتمعك. والرابعة تسامحك الديني والثقافي، وهذه ليست فقط لغة عالمية مشتركة بل والديانة الوحيدة التي يعتنقها جميع البشر. أما الخامسة فهي ألا تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك بل كما هي خلقك وتربيتك وما نشأت عليه مع من تحب وتكره. اسمع كلامي واتقن هذه اللغات قبل التفكير بإتقان أي لغة أجنبية منطوقة. النظرية باختصار شديد جدا: البشر يبتسمون بلغة واحدة ويفهمونك بلغات جسدية مختلفة. الابتسامة والاحترام والتعامل الراقي لغات أساسية في تواصلك مع الثقافات العالمية. التسامح هي الديانة الوحيدة التي يعتنقها جميع البشر. وبكده نكون خلصنا العنوان ده. يلا بينا نكمل مع بعض قراية للعنوان اللي بعده. عنوان أطلب منه التفكير أولا. البشر يولدون عباقرة حتى يتولى البيت تربيتهم وتعيدهم المدرسة إلى جادة الصواب. فالأطفال بطبيعتهم عباقرة بدليل قدرتهم الدائمة على طرح أسئلة جريئة كمحاولة للفهم والاستكشاف، غير إننا نجبت فيهم هذه الموهبة إما من خلال تقديم إجابات جاهزة تطفئ شرارة العقل أو منعهم من طرح أسئلة محرجة لا تتسق مع ثقافة المجتمع وسياسة التعليم وما تفرضه العادات والتقاليد. كل من درس العبقرية ودوافع الإبداع يكتشف إن العباقرة احتفظوا بطريقة ما بدهشة الطفولة حتى سن متقدم. فالأسئلة الطفولية الساذجة لماذا وكيف ومتى وأين التي نسمعها من أطفالنا هي المحرض الأول لاستكشاف والإبداع. أما حين نكبر فنصاب أدمغتنا بالصدى وتستسلم عقولنا للمسلمات ونركن للأجوبة القديمة تعلمناها من البيت والمدرسة ومنابر الوعظ والإرشاد. هناك دراسة روسية تفيد بأن نسبة المبدعين من الأطفال تصل إلى 90% حتى سن 5، ثم تنخفض بسرعة إلى 10% في سن 7، وما أن يصل الطفل إلى سن 9 حتى تنحدر موهبة الإبداع لديه إلى 2% فقط من مجموع الأطفال. ولهذا توصف السنة الثالثة الابتدائي بمقبرة الإبداع. وما يحدث هنا حسب تصوري هو أن 9 سنوات من التوجيه والإرشاد وتقديم الأجوبة الجاهزة تطمس موهبة البحث والتساؤل لدى الأطفال، وهما أهم صفتين ينبغي توافرهما في أي مكتشف ومبدع. في السنوات الدراسية التالية ترسخ المدرسة مفاهيم فكرية جاهزة غير قابلة للنقد أو المناقشة، تنتهي باستنساخ عقول متشابهة تمت قولبتها بحسب المنهج السليم. ولتشجيع طفلك على التفكير باستقلالية لا أنصحك بالرد فورا على أي سؤال يطرحه عليك،
اطلب منه التفكير أولا والبحث عن الجواب بنفسه، ثم تناقش معه في النتيجة التي توصل إليها بدل تعطيل عقله واستجداء الحل من غيره. اطلب منه التفكير أولا، لأن منحه إجابة جاهزة لا يختلف عن التدخل لحل واجباته المنزلية قبل أن يحاول فيها أصلا. لا يجب أن تتدخل حتى يصل إلى طريق مسدود أو يتبقى جزء يسير يصعب فهمه أو تجاوزه، وحتى في هذه الحال لا تقدم له حلولا جاهزة، بل فكر معه لاستنباط حلوله الخاصة. فهذه الطريقة يحتفظ ابنك بعبقرية الطفولة ويتعلم 4 عناصر أساسية في الإبداع، وهي الثقة بالنفس والجراءة في الطرح وتعلم طرق البحث والتفكير باستقلالية. أيضا حين يسألك طفلك سؤالا ساذجا أو محرجا لا تنهره أو تعنفه أو تحذره من طرح مثل هذه الأسئلة، بل شجعه على كسر المألوف وتجاوز السائد والمعروف. توقف عن منعه من طرح الأسئلة المحرجة حتى أمام الناس، وحتى حين تعجز أنت عن تقديم الإجابة المناسبة. حين كان ابني ياسر في 9 من عمره طرح علي سؤالا حيرني فعلا، سألني: لماذا لم يخلق الله جميع الناس أثرياء؟ لم أعرف الجواب ولم أعب عليه السؤال، ولكنني اكتفيت بقولي: فكر أنت بالإجابة وغدا سنتناقش في السؤال والموضوع. ولم يعلم أنني أنا من أراد فرصة التفكير حتى يوم الغد. وفي اليوم التالي أتاني بنفسه أخبرني جوابا لم يبتعد كثيرا عما فكرت فيه، لدرجة توقعت اقتسامنا جائزة نوبل في الاقتصاد. فلو أصبح جميع الناس أغنياء سيصبحون تلقائيا فقراء، لأن في حال أصبحنا كلنا أثرياء سترتفع تلقائيا قيمة السلع والخدمات التي نستهلكها، وحين ترتفع الأسعار يرتفع التضخم إلى مستوى يعجز عنده معظم الناس عن الشراء، وبالتالي يعودون فقراء رغم كثرة العملات الورقية بين أيديهم. هذا السؤال الطفولي الذي يبدو بريئا وساذجا نبهني لأن الأغنياء ليسوا أغنياء فقط بسبب كثرة المال، بل بسبب قلة عددهم مقارنة بأفراد المجتمع وتمتعهم بفرص شراء سلع رخيصة وضعت لمتوسطي الدخل. لو إنني قدمت إجابة متسرعة لعطلت ذهنه عن التفكير ومنحه منذ البداية إجابة خاطئة. فنحن لا نعترف غالبا بجهلنا أمام أطفالنا، لا ندرك أن إجابتنا الجاهزة تعطل قدرتهم على التفكير والإبداع والخروج بحلول مختلفة. نأمرهم بالكف عن طرح المزيد من الأسئلة أو نفكر بالنيابة عنهم، وكلا الفعلين يطمسان قدرتهم على التفكير والبحث والاستنباط والتحليل وكافة الملكات المكونة للعبقرية. أتعرفون ما الذي يقلقني أكثر من دور البيت والمدرسة في قتل موهبة الإبداع لدى الصغار؟ نشأتهم داخل ثقافة مقيدة للعقل ومشجعة على الاتباع ومحذرة من فعل شيء دون استشارة. وهل تعرفون ما الذي دفعني للحديث عن الأطفال تحديدا؟ رغبتي في أن تعود أنت إلى دهشة الطفولة وبراءة التساؤل والهوس بالمعرفة وكسر القيود التي تمنع الكبار من التفكير بحرية والتساؤل دون خوف. النظرية باختصار شديد جدا لا تمنح طفلك أجوبة سهلة ولا تمنعه من طرح الأسئلة الصعبة. المدرسة تقتل الإبداع أنها تخرج عقولا تحت قولبتها بحسب المنهج السليم. العباقرة هم الفئة القليلة من البالغين الذين ما زالوا يحتفظون بدهشة الطفولة وهوس المعرفة